بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر ابن كثير في المسند الكبير عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فيها أن يردها إليهما. كما تعلمون، في صلح الحديبية اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة على أنه من جاء من مكة إلى رسول الله مسلما مهاجرا رده رسول الله إلى مكة. وكان هذا الاتفاق أمرا من الله تعالى وابتلاء لامتثال المسلمين لأمره سبحانه وتعالى. لكن الذي حدث أن امرأة جاءت هذه المرة، ألا وهي أم كلثوم بنت أحد أكبر وأكثر صناديد قريش، عقبة ابن أبي معيط. هذه المرأة جاءت مسلمة مهاجرة، فجاء أخواها يطالبان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بشروط الصلح، صلح الحديبية. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الله بن أبي أحمد راوي الأثر قال: فنقض الله العهد بينه، يعني بين رسوله وبين المشركين في النساء خاصة. لاحظوا الألفاظ: فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين. وأنزل الله آية الامتحان: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والله يا إخواني، اللسان يعجز عن وصف هذه الحادثة التي تحصل ويحصل مثيلات لها. حادثة تسليم أختنا في الله، أختنا في الدين، كميلة شحاتة، تسليمها للنصارى للكنيسة حتى تسومها سوء العذاب، فإما الردة وإما القتل. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان، خاصة وأن هذه الحادثة تحدث في أكبر بلد مسلم عربي، فيفترض أن يكون من أعز بلاد المسلمين وأقواهم شوكة. للأسف الشديد أن تحدث هذه الحادثة التي تعبر عن حالة الذل التي وصلت إليها أمة الإسلام. والله هذه الحادثة أسوأ في رمزيتها على ذلة المسلمين من احتلال فلسطين. من قبل كاميليا وفاء قسطنطين وكريستين خليني وعبير ملوي وماري عبد الله زكي والأختان ماريان وكريستين مكرم عياد وتيريز إبراهيم وغيرهن. عبير ملوي في تسجيل مرئي لها قبل اعتقالها من قبل الشرطة المصرية تتكلم بثقة وتقول لأبيها في تسجيل مرئي: بجد مش هتعرف ترجعني، ويا جماعة أنا مسلمة غصب عن عين أي حد. تقولها بعزة وبثقة، ولعلها كانت واثقة أن إخوانها المسلمين، أمة الإسلام، أمة المليار وجزء من المليار، سوف تحميها، سوف تناصرها. تظن عبير أن أباها وكنيسته هم الأعداء، وما كانت تتصور، فيما يبدو ما كانت تتصور، أن أعداءها هم من ينتسبون كذبا وزورا إلى الإسلام. الأختان ماريان وكريستين أيضا في تسجيل لهما قبل اعتقالهما تبكيان وتقولان: نحن ما جريمتنا أننا أسلمنا، أننا قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما جريمتنا. تبكيان وتطالبان العالم الإسلامي بنجدتهما وحمايتهما. طبعا يقينا هناك أعداد أضعاف مضاعفة أكثر من اللواتي أشهرن إسلامهن. أخوات لنا أسلمن ولكنهن يسترن إسلامهن خوفا من أن يلقين هذا المصير نفسه، هذا المصير المرعب نفسه، وبالتالي يستترن بإسلامهن. ولا شك أن بعضهن متزوجات ويعاشرهن الكفار عشرة الأزواج وهن لا يملكن من أمرهن شيئا. لماذا؟ لأنه في هذا العالم الذي فيه أكثر من مليار مسلم لا يستطيع هؤلاء الأخوات أن يشهرن إسلامهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. إياكم أن تظنوا أن يقول هذا الحديث مخاطبا به قوات الذعر المصري، أن يعني أعاتبهم على تسليم أخواتنا للكنائس المصرية. لا والله، لا أقولها للذين يلقون القبض على أخواتنا، فالمتكلم معهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هؤلاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لهم قلوب لا يفقهون بها.
ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كل من أعان على هذا العمل الإجرامي فليس منا وليس من أمة الإسلام، فقد تمرغوا في أنجس أشكال الموالاة للمشركين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولا يجوز يا إخواني، لا يجوز للدعاة أن يتكلموا عن الذين يعطون الأوامر باعتقال أخواتنا. لا يجوز الكلام عن هؤلاء بصيغة التبجيل وإطفاء الشرعية عليهم، ولا أن نقول نعرف لهم قدرهم ونعرف لهم حقهم ونحترمهم ولا نتجاوز حدود الأدب معهم، كما يقول أحدهم: لا تتجاوز حدود الأدب معهم، وهم قد تجاوزوا حدود الأدب والدين والأخلاق والمروءة والإنسانية والفهم والكرامة والشرف. والفتنة أكبر من القتل، قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. كما لا يجوز أن يبقى دعاة التمييع في تعاميهم دعاة التمييع الذين يزورون الكنائس ويقولون: أنا جيت للكنيسة علشان أوصل رسالة إن لازم إحنا المسلمين والمسيحيين في مصر نبقى إيد واحدة. تقول هذا الكلام وأخوات لك يعذبن ليرتددن عن دينهن في كنائس هؤلاء الذين تريد أن تكون يدا واحدة معهم. أما كاميليا فنقول لها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هي إلا سنوات معدودات مهما طال تعذيب كاميليا أو خواتها، ثم تخرج روح كاميليا وروح من سلموها ومن عذبوها. فأما روحها وأرواح أخواتها الطاهرات فهذه الأرواح الطاهرة بإذن الله تفتح لها أبواب السماء وتكتب في عليين. وأما المجرمون الذين اضطهدوها لا تفتح لهم أبواب السماء، بل ستبدأ معهم رحلة العذاب كما حل بفرعون من قبل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صبغة في الجنة يا كاميليا. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أما هؤلاء الأقزام من القساوسة المجرمين الذين يحاولون الآن في دير النطرون ودير مواس أن يكسروا شموخ عملاقات الإيمان، فوالله مهمتكم صعبة بل مستحيلة. تحاولون أن تطمسوا شمس الإيمان في قلب كريستين وعبير وكاميليا بأفواهكم. تنفخون على هذا النور لن ينطفئ، لن تنطفئ شمس الإيمان في قلوبهن، والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. تحاولون أن تقتلعوا جبل الإيمان الذي ترسخت جذوره في قلوب أخواتنا. كل الإمكانات البشرية والترسانات الحربية لا تستطيع أن تقتلع جبلا من جذوره. هذا إن كان جبلا أصم فكيف بجبل الإيمان الحي؟ لو نجحتم في رد أخواتنا عن دينهن لطرتم بها فرحا، لطرتم بهذا الإنجاز فرحا. لرأينا كاميليا على محطات النصارى، لرأينا وفاء على محطات النصارى ومواقع النصارى، لرأينا أخواتنا تقول الواحدة منهن بعد ارتدادها: يعني أنا كنت غلطانة وما كنتش عارفة إيه اللي بعمله، وأنا كان مضحوك علي والمسلمين ضحكوا علي، وأنا أبونا فهمني ورجعني لطريق يسوع، لكن والحمد لله الحمد لله لم ترتد واحدة منهن، وهذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كاميليا سئمت أكل الأحبار والرهبان لأموال الناس بالباطل. زوجها راهب وهي تعرف دجل الرهبان. سئمت الوشم النجس، سئمت صد الأحبار والرهبان عن سبيل الله، سئمت الدجل، سئمت تلاوة نشيد الأنشاد الجنسي. لما أبصرت النور رأت أنه لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وأنه لا يستوي الأحياء ولا الأموات. كاميليا رأت الجاهلية فعرفت طعم الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة من أناس نشأوا في الإسلام لم يعرفوا ما الجاهلية. ما يعرفش الفرق ما بين الإسلام والجاهلية، يحس أن الفرق بين الإسلام والنصرانية حاجة بسيطة. أما كاميليا فعرفت الشر بوجهه الكالح، عرفت النصرانية المحرفة، عرفت هذا الظلام فأحست بقيمة النور الحقيقي. كاميليا أستاذة العزة الإسلامية تعطي الدروس لنا نحن معاشر المسلمين. هذه المرأة العزيزة درس لمن يستحي أن يستعلن بدينه وبمحبة ربه، درس لك يا من تستحين أن تظهري بالحجاب الصحيح. كاميليا دخل الإيمان الحقيقي قلبها لفترة قصيرة فأبت إلا أن تستعلن بمحبة ربها سبحانه وتعالى.
كم من المسلمات ولدنا مسلمات وعشنا في الإسلام 20 و30 سنة وهن يستحين من إظهار شعائر دينهن. كم من الرجال يستحي أن يستخدم في عمله عبارات دينية، يستحي إذا ما بدأ البرزنتيشن ولا بدأ المحاضرة بتاعته أن